السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا جماعة ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم في نقطة مهمة جدا، يمكن انت ما تكونش واخد بالك منها، ولكن هي مهمة لانها هتفتح لك ابواب كتيرة جدا. عارف ان الدنيا صعبة في الوقت الحالي، وكل مادة للاسف بتصعب شوية، ولذلك يعني الحمد لله اللي سافر وارتاح وكان عنده نظرة، فهي ربنا دي حاجة بتاعته يعني. بس المهم مش عايز اقلب عليكم مواجع يعني، ولكن عايز تبقى فاهم ان كل حاجه مقدره، وانت لازم تسعى لحاجه عشان تتحقق، وده طبيعي، دي طبيعه الحياه يعني. فما تقفش عند نقطه اللي هو ايه ده، خلاص مفيش امل فانا بقى خلاص اكتئب وانا اروح انتحر، لا، لان ارض الله واسعه برضه. ويعني انت كل اللي انت فيه ده ولا حاجه في الدنيا اوسع من كده بكتير فوق ما تتخيل. اراضي واماكن ومناطق ودول، وبص حاجات عمرك ما كنت هتشوفها ولا تعرف عنها حاجه الا في حاله انك تسافر. فخليك عارف ان السفر هو واحد من مفاتيح واحد من مفاتيح ربي الفرج. فحابب ان الناس كلها لو الدنيا معاك صعبه قوي سافر، لو الدنيا معاك تمام والحمد لله ماشيه وضامن ان انت ان شاء الله قدام برضه هتبقى ماشيه معاك، توكل على الله واقعد عادي. يعني ما تاخدش قرار السفر ده الا لما يبقى فيه فعلا سبب للسفر، مهم جدا. لان انت لو جيت هنا وحياتك مستقره هتقول ايه البهدله اللي انا عملتها في نفسي دي، وليه انا عملت كده في نفسي، وليه؟ الا بقى لو انت واحد عايز تاخد تجربه تانية خالص. يعني الحمد لله انا قبل ما امشي كان شغل محترم وكويس جدا، وقررت ان امشي. وغيري في كتير برضو قرروا ياخدوا القرار ده، وفي غيرهم كانوا شغالين في اماكن كويسه جدا وخدوا القرار وما عرفوش يستقروا بسببه. اللي هو انا كنت فين وبعمل ايه ودلوقتي بقيت فين وبعمل ايه، فقصه طويله جدا. فحاول زي ما بقول لك كده ما تاخدش قرار السفر الا لو عندك سبب مقنع ليك ولاسرتك للسفر. ولازم تبقى عارف ان المكان اللي انت فيه ده مش اخر مكان في الدنيا هو اللي انت هتقف عنده، لا، ما لقيتش نفسك في المكان ده دور على مكان تاني. ورساله تاني مني ومن الناس كلها للناس اللي في القنصل او في قنصليه يعني، او في اي سفاره عامه، يعني اقبلوا يا جماعه الناس، والله الناس اللي بتقدم على السفر دي وانت حاسس ان هم عايزين يمشوا مشيهم، يعني مشيهم. انت يعني فاهم، انت مش محتاجهم صدقني عندك. الحمد لله البلد فيها يعني، خلينا نتكلم بعقلانيه شويه، في ناس مرتاحه جدا في مصر وفي ناس مش مرتاحه خالص في مصر. اللي مش مرتاح خالص ده مشيه عادي، انت مش تخسر حاجه، هو ممكن يبقى عنده فرصه تانية احسن. وخد بالك الناس اللي مش معاها حاجه خالص دي سبحان الله من اكتر الناس اللي بتسعى. فالناس اللي بتسعى دي بره هينجحوا اكتر من الناس اللي ناجحه جوه مصر، والله العظيم. مش محتاجين غير الفرصه، والفرص للاسف معظمها بره. فنتوكل على الله ونسيب ربنا يدبر، واحنا نسعى، واللي ربنا يختاره لك هو ده يعني اللي ربنا كاتبه عليك، وهو ده اللي انت تقدر تستحمله. وحاجه كمان، لو قدمت في مره واترفضت خليك عارف انك ممكن تقدم تاني برضه مفيش حاجه يعني. انا واحد رفضت 4 مرات، مش في امريكا، اترفضت عامه 4 مرات السفارات وجات لي امريكا. فانت ممكن عادي جدا تسعى وتقدم وتحاول لحد ما ربنا يكرمك وتجيلك. اعرف ناس كده قدمت مرتين على امريكا واترفضت والثالثه جات لهم. فعادي اسعى طول ما انت بتحاول، مفيش مشاكل. ممكن واحد كده يرخم عليك في اي سفاره، اللي هو بس مش هيسفرك وخلاص، مش هيحسك حرفيا، مش هيبقى حاسك، يقول لك غير لائق، كانك داخل الجيش مثلا، غير لائق مثلا، او بتعمل اختبارات للنادي الاهلي ولا حاجه، انت غير لائق فجرب تاني، يمكن حد تاني يخش له ويقبلك عادي جدا. بس يا سيدي، فربنا يكون في عونكم وربنا يتولاكم، وان شاء الله نشوفكم على خير، وتقدر تنجح في بلدك وتقدر تنجح بره بلدك، واللي ليه خير في حاجه ربنا يكتبها له ان شاء الله. ما على الانسان الا ما سعى ان شاء الله، وربنا يكرمنا جميعا باذن الله، ونشوفكم كلكم في احسن مكان واعلى مكان يا رب. صباح الفل وربنا معاكم، وتفائلوا خيرا تجدوه باذن الله، وتوكلوا على الله. صباح الفل، السلام عليكم.